تشن قوات بركان الفرات هجمات مكثفة تستهدف مسلحي تنظيم داعش في ريف محافظة الرقة التي حرر فيها ثوار عدة قرى بعد طرد التنظيم من عين العرب كوباني. وتسعى غرفة عمليات بركان الفرات التي تضم القوات الكردية والعربية إلى السيطرة على عين عيسى لقطع طريق إمداد داعش بين مدينة الرقة وبلدة الأبيض الحدودية مع تركيا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. من كوباني عين العرب انطلقت القوات الكردية والعربية بعدما حررت المدينة من مسلحي داعش، حيث وصلت إلى محافظة الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا. اشتباكات عنيفة بات يشهدها اليوم الريف الغربي للرقة، إذ إن غرفة عمليات بركان الفرات تكثف هجماتها باتجاه السيطرة على بلدة عين عيسى التي باتوا قاب قوسين منها. طبعا نحن هون هلا في اراضي الرقه، ارض يعني تابعه اداريا لمنطقه لمحافظه الرقه. نحن في قريه اسمها هلا الان متواجدين نحن هلا فيها صفريه، ولكن المناطق المحرره طبعا هاي لحد امبارح هاي المناطق هلا امامنا كلها كانت مناطق تحت سيطره داعش. تحرير عين عيسى من قبضه التنظيم سيكون ذو اهميه كبرى للثوار، اذ انه سيقطع على التنظيم طريق الامداد الرئيسه التي تربط مدينة الرقة ببلدة تل أبيض. دخلت قوات بركان الفرات إلى الرقة، وأجبر مسلحو تنظيم داعش على الانسحاب وحرق المحاصيل الزراعية خلفهم لتحول دون قتلهم أو أسرهم من قبل الثوار. نحن لما بنكون متقدمين باتجاه عناصر الدواعش وبينسحبوا قدامنا، نحن هني بعد ما يبعدوا عنا ببلشوا فينا بقذائف الهاون والطلقات الحارقة المتفجرة، مما يؤدي إلى حرق المحاصيل الزراعية قاطبة. نحن بنحاول نطفيها قدر الإمكان، بس هن بيكونوا يسحبوا، بعد ما يسحبوا هن اللي بيضربوا القذائف تطلع كلها متفجرة وخارقة حارقة. تتقدم قوات بركان الفرات أيضا إلى تل أبيض لتعلن غرفة عملياتها أن المناطق الغربية للمدينة ستكون تحت مرمى الثوار، ويجب على المدنيين الحذر من استخدامهم دروعا بشرية من قبل تنظيم داعش. بأن هذه المنطقة منطقة عسكرية حفاظا على سلامتهم لكي لا تتكرر حادثة مأساة الرقة عندما داعش اتخذ من المواطنين دروعا بشرية. نرجو من جميع الأهالي ونوجه نداء عاجل بأن هذه المنطقة منطقة عسكرية حفاظا عليكم وعلى ممتلكاتكم وعلى أرزاقكم. أما الجبهة الجنوبية من عين العرب كوباني فيحاول التنظيم فيها الضغط على الجيش الحر في محاولة من جهة ثانية لتشتيت وقف زحف بركان الفرات نحو الرقة شرقا حيث يستوطن التنظيم.